نزلوا يوم 26 لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب، مواجهة الإرهاب. حتى هذه اللحظة الإرهاب ما زال موجود في سيناء، مرتبط بما يجري في رابعة والنهضة، مش بعيد، وحضرتك لسه قايل على البلتاجي وما يتم في هذه المرحلة. كمية الأسلحة اللي موجودة في منطقة رابعة وصواريخ وإلى آخر ذلك، إيه اللي هيتم في الأيام الجاية؟ شوف يا أستاذ أحمد، في الفترة الماضية تولت قطر والسفارة القطرية في مصر على وجه التحديد تمويل العديد من صفقات الأسلحة. نفس الدور اللي لعبته قطر في سوريا وفي ليبيا بتلعبه دلوقتي في مصر. تدفع لشراء أسلحة، تدعم، تلعب دور في التدريب، تقدم الأموال. دي واحد. نمرة 2، هناك عدد من تجار الأنفاق، منهم تجار سلاح، هم الذين يتولون الآن الصرف على اللي بيحصل في رابعة والنهضة، بل أن بعضهم يعد وجبات غذائية يومية وتذهب إلى هناك، لأن إغلاق الأنفاق تسبب في خسارة لتجار الداخل المصري ولتجار غزة. أن هناك تنسيق مشترك ما بين حماس وبين جماعة الإخوان والعديد من المنظمات المتطرفة، وأنه تم خلال الآونة الأخيرة وقف حوالي 500 عنصر من حماس في سيناء، لكن تسرب حوالي 100 عنصر إلى داخل البلاد. وأعتقد أن هؤلاء دخلوا بالأساس الآن إلى مربع رابعة العدوية. أنت من شوية بتعرض مظاهر فيها ناس غير مصرية، وجوه غير مصرية. إذن تحول مربع رابعة العدوية إلى وكر إرهابي يضم أناس من دول متعددة ويضم أناس تنتمي بالأساس إلى تنظيم القاعدة. خلي بالك، الخطة اللي وجدت ما بين الأمريكان وبين الإخوان في فترة بداية، بل قبل بداية حكم مرسي، هي أن تتحول سيناء، أن يأتوا بالقاعدة من كل اتجاه. حتى لو عايزين يجيبوا أيمن الظاهري يجيبوهم ويحطوهم في حتتين، في المنطقة الغربية باتجاه ليبيا، مرسى مطروح وكده باتجاه ليبيا، وأيضا داخل سيناء. وعشان كده انتشرت هذه القوات، أو هؤلاء الأفراد انتشروا وسلحوا، وقدم إليهم محمد مرسي من ميزانية الدولة 200 مليون جنيه بزعم تعويض عن فترات الحبس التي سجنوا بها. اداها لمين؟ اداها للإرهابيين في الفترة الماضية، وده موضوع تحقيق أيضا الآن. فنحن أمام أناس اتفقوا مع الأمريكان على استجلاب القاعدة من كل أنحاء الدنيا وإبقائها داخل مصر تحت سيطرة الإخوان المسلمين، تستخدم في لحظات ما يريد الأمريكان استخدامها. وتفجر هؤلاء بهذه الطريقة. عشان كده محمد مرسي كان من البداية لما راح له الفريق السيسي أكثر من مرة يدعوه إلى حتى الموافقة على الاستفتاء، ولكنه كان يرفض، مرتكزا إلى 3 عوامل. نمرة 1، سيناء ووجود القاعدة هناك، إن دول هيسندوني ومحدش هيقدر يعمل حاجة، وسيشنوا حروب يجبروا الدولة على الهزيمة والتسليم بعودتي. 2، الموقف الغربي كان لديه قناعة كاملة بأنه الموقف الغربي سيقف معه ويعتبر أن ما يحدث انقلاب عسكري ويشيله ويجيبه كزعيم شعبي كبير. والحاجة الثالثة، بؤرة رابعة العدوية اللي تواجدت من يوم 21 في الشهر الماضي، شهر يونيو، وكان في ظنه كما أفهمه الإخوان المسلمين أن البقعة دي ستكبر وأنها لن تسمح بالتدخل، وأنه أي تنازل قد يقدمه محمد مرسي قد يبنى عليه تنازلات أخرى، فلازم يرفض حتى لو الجيش عمل حاجة. ستكون العوامل ال3 الموضوعية دي مؤثرة تماما في عودته مرة أخرى. طيب، الناس النهاردة منتظرة قرار، منتظرة تحرك. الناس مش قادرة، سواء سكان رابعة اللي هم محتجزين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، كل واحد عنده بيت النهارده ساب بيته، واللي قاعد في الساحل واللي قاعد في هنا واللي قاعد هنا، فالناس النهارده مش عارفة تعيش. اللي قاعدين في النهضة قافلين وكل المداخل والمخارج على مسافة مئات الأمتار. مثلا مدينة نصر قافلين 3 محاور رئيسية في شارع دلوقتي قافلين نفق العروبة الآن دلوقتي. طيب، نفق العروبة ايه العمل وانت بتتكلم على ناس بتتحرك وتنظيم ارهابي يتحرك بالاسلحه ويرهب الشعب؟ استاذ احمد، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني اللي حصل اول امبارح بالليل، يوم السبت،
طرح الفريق السيسي ضرورة إخلاء رابعة العدوية وإخلاء النهضة فورا، واستخدام كل السبل التي من شأنها إحداث هذا الأمر، وانتظار قرار النيابة العامة لإعطاء المبرر القانوني للتدخل. في شكاوي قدمت، وفي مآسي وجدت، وفي كوارث، وفي ناس اتدفنت في المناطق. ده يعني بيتكلموا دلوقتي في 33 جثه مدفونه في الجنينه في الأرموان. نعم، خلف المنصة على خلف طول. المنصة. في مقابر خلف المنصة الآن. أي حد داخل، أنت مخابرات أنا مش مخابرات، خده وعذبه لغاية ما يموت. احنا بقينا في بؤرة إرهابية. طيب الدولة هتعمل إيه؟ احنا في دولة. فطرح الفريق السيسي هذا الأمر. الذي اعترض هو الدكتور محمد البرادعي. اعترضوا ليه؟ اعترضوا ليه؟ دكتور البرادعي عينه على الغرب. على الغرب. دكتور البرادعي عينه على الغرب، وترك، مع اني كنت اتمنى ان يكون عينه على ابناء وطنه وعلى امن بلده. الراجل اللي استدعى اشتون وتواصل وقال النهارده الاخوان يجب ان يدمجوا في العمليه السياسيه دون ان يدين حتى ارهابهم او يقول عناصر اللي بترفض الارهاب منهم. هذا الرجل عندما يطلق هذا الكلام بالتاكيد انت هنا تخدم هدف لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصب لمصلحتنا دلوقتي. ليه؟ لا يمكن، لا انت ولا انا ولا اي حد في ارض هذا الوطن يقبل عوده الاخوان بذات الاسلوب وبذات الطريقه دون حتى مراجعه، دون محاسبه. لا يمكن بأي حال من الأحوال. هناك دم أسيل من هذا البلد، هناك خيانة ارتكبت في حق هذا الوطن، هناك جرائم متعددة، هناك ترويع وإرهاب. من يأتي بحق أبناء ربنا؟ لا، مش هتفرض رأيك بالسلاح يا أستاذ مصطفى. طبعا ما حدش هيتقبل. طبعا يبقى لغة السلاح هي اللي هتسود. كشف عن وجهه سافرا. والحقيقة أنا بقول للناس اللي بيتكلموا أحيانا يقول لك مش عارف إيه وبتاع إيه، واللي بيروحوا والست توكل كرمان اللي بتتكلم من هناك وبتقول اريد ان اذهب الى احرار رابعه العدويه، انا قلت لها يا ريت تيجي عشان يبقى مصيرك مصير شجره الدر. سنضرب